يحق للزوجة فسخ عقد الزواج في فترة تجريبية بعد 6 شهور، وده طبعا في حالة ان الراجل قال ان هو عنده حاجات ما طلعتش زي ما هو قال لها، اللي هي انا ما اعرفش انتوا هتقدروا تحكموها ازاي ولا هتقدروا تضبطوها ازاي، من حتة ان الست ما تكونش بتفتعل ده، ما تجيش بعد ما قعدت الشوية ما جاش على الهوا ما جاش على المزاج فجت قالت له انا مش عايزاك. وطبعا بما ان اتعمل بند زي ده او حاجة بتتناقش ان بعد 6 شهور طلع انه قال حاجة ما كانتش فيه، يبقى لها حق الطلاق او ان هي يفسخ العقد. وبما ان فسخ العقد بعد 6 شهور او خلال ال6 شهور طبعا تاخد كل حاجاتها بقى، نديها كل حقوقها، وكأن في منظومة او يد خفية بتحاول ان هي تمنع الزواج داخل البلد. يكن كده حاجة ان احنا مش عايزين الناس تتجوز، مش عايزين الناس تخلف، عايزين المساكنة والحاجات اللي بتطلع تناقش في الاعلام وبيطلعوا يقولوها كده عادي جدا، ان الست ممكن تجرب الراجل والراجل يجرب الست قبل ما نتجوز يمكن نشوف نفسنا هننبسط ولا لا. انتوا ليه بتعملوا كده؟ يعني انت عشان تيجي تقول سن الحضانه وترتيب الراجل من حته الحضانه والولايه دي له كام بند من ناحيه تانية تزود الطين بله؟ مين الست اللي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في داخل الحديث قال لك يحسن اليهن الظهر ده اللي هو عمر فتره الزواج ما بينه وبينها، لو متجوز بقاله 20 سنه 30 سنه كل يوم خير وكل يوم احسان، ويجي عشان غلطه تقول له انا ما شفتش منك معاك يوم عدل. فانت جاي للست اللي سريعه جدا في ان هي تغضب وبتمسح بالاستيك، تديها اتاحه او تناقش لها قانون ان هي تقدر تفسخ العقد خلال 6 شهور. هتضبطها ازاي يا باشا؟ هتضبط ازاي ان الست دي ما بتتجناش على الراجل او بتتبلى عليه او بتطلع فيه القطط الفطسان؟ ولا هو الموضوع مش كده، والموضوع ان انتوا فعلا عايزين الناس ما تتجوزش ولا عايزين الناس تخلف وعايزين الزنا ينتشر والدنيا القرف واللي احنا بقينا عايشين فيه يعني يبقى موجود وكتير؟ انا مش فاهم ايه الغرض من الكلام ده ومن القوانين او من الحاجات اللي بتطرح وتناقش على الناس دي. انا مش فاهم. انا عايز افهم اي راجل او اي شاب هيلاقي كمية القوانين وبتنزع منه الحقوق بتاعته، سواء القوامة بتاعته او بتنزع منه حقوقه، وهيفكر في الزواج. ممكن يقول لك تاخد نص ثروته زي ما اتقال، او ان هو يروح يستأذنها لما يجي يتجوز واحدة تانية، وكأن احنا لسه انزل لنا الاسلام ده امبارح، فاحنا بنناقشه النهارده وبنسن قوانين النهارده، وكأن الامور دي مش موضوع من زمان ومعروف اولها من اخرها ايه، اذا كان من حقوق المرأة اللي ربنا اقرها ولا في حسن التعامل بين الراجل ومراته. لكن احنا عمالين نطلع قوانين انت ما تفهمش ايه الغرض منها، لان ما فيش شاب في الدنيا هيبص هيلاقي ان الحاجات دي بتحصل معاه وهيفكر في الجواز، وخاصة في سهولة الحرام وسهولة المعصية. انا افكر ليه في الجواز وايد نفسي ليه؟ هروح يا عم اعيش في الحرام وربنا يغفر لي، ما انا شايف الدنيا والقوانين وكل حاجه حواليا بتصعب عليا الحلال. هدي نفسه عذر والشيطان هيبدا يدخله من المدخل ده كعذر ليه ان يعمل الحرام ويقول لك انا اعمل ايه؟ ما باليد حيله. فلنا الله